واخيرا المغرب غادي تفوق على المانيا في الاثمنه. تخيل دابا المانيا ولاو فيها الاثمنه ارخص من المغرب، يعني تدخل تمشي تقدا تشري البيض، المطيشه، الفرماج، البصله، الفواكه، الحليب، كل شيء، اي حاجه بغيتيها غادي تقارن الاثمنه غتلقاهم ارخص من المغرب. انا من مشيت نتقدا اخر مره في المغرب راه ما تيقونيش، وبديت كنجبد لهم التليفون كنوريهم باش شحال كناخذ انا هادشي. علاش في المغرب اللي شهريه الراتب الشهري باقي في 5000 درهم، هنا راه اقل حاجه هي 2 المليون سنتيم، واللي كيتخلص مزيان كيوصل حتى ل 3 4. شحال كيتقداو، شحال كيتقدا، واش الخرج يعني راه ما يمكنش. راه شوف الدول كامله فاش كيوقع لهم شي مشكل كيطلعوا الاثمنه، ولكن من بعد كيهبطوها. لا المغرب كيطلع الاثمنه ما يعاودش يهبطها، يطلع لك الاثمنه ديال الغازوال الله لا عاودوا هبطوا يبقاو تماك. او البنان 20 درهم 25 درهم، كاين مالك فين كنتي تزرع فين نتايا؟ انا كناخذو هنايا باورو 50 يعني فعلا خاص شي واحد يشرح لي بالضبط شنو كاين. هذا بدا في المغرب تلقاه بواحد 35 درهم 40 درهم، ما عادش تاخذوش بداك الثمن. عاد تزيد الماكله ديال الدراري الصغار بومبيرز، شو 40 بياسه يمكن ولا 85 بجدريات، يعني كل شيء رخيص. شو بطاطا مبروك عليك.